طموحات كبيرة نحو خطف اللقب منذ بداية انطلاق دوري العراق بخماسي الكرة النسوي داخل الصالات. ما دل هذا الشيء على أن القائمين على هذه اللعبة يحاولون أن يكونوا جادين في تحسين صورة هذه الرياضة سنة بعد أخرى. صراحة يعني احنا استعجلنا بهاي بطولة الصالات لكون عندنا مشاركات آسيوية وخليجية، عندنا مشاركة ببحرين إن شاء الله خليجية، فاحنا أهم شيء إنه نحصل على منتخب يليق بالكرة العراقية النسوية. هاي البطولة الثانية عندنا 6 فرق هنا، احنا اليوم اللي بدت أول مباريات نادي الحدود وبلدية البصرة 6 فرق، هم 3 راح يصعدون. بدنا نحاول إن شاء الله نهائيات لو قاب في بغداد أو ناخذها إن شاء الله في كردستان، ماكو فرق. فريقا بلدية البصرة والحدود افتتحا أولى المباريات التي اتسمت أحداثها بندية عالية من خلال اللاعبات اللاتي قدمن مستويات جيدة، خصوصا الفريق الحدودي والذي تمكن من تسجيل 3 أهداف نظيفة، لتستمر المواجهات الأخرى بنفس الندية والحرص العالي في تحقيق النجاح الذي لم يغب عن كل المباريات التي أقيمت في يومها الأول. الحمد لله نشاهد مستويات افضل من يعني كل دوري راح يعني درجات يعني اللعب مالتهم ومستوياتهم افضل بكثير من مستوى يعني فريقنا، لان هم انديه يعني شلون تقول لاعبات قديمات، احنا بعد لاعبات صغار وجدد، بس ان شاء الله يعني بالمباراه القادمه راح نقدم الافضل ان شاء الله. اليوم لعبنا لعبتنا الاولى ويا نادي البصره وقدمنا مستوى رائع وجيد، وكانت الفريق لعبنا ضده ممتاز من ناحيه كل شيء، واحنا همين تمكنا من تحقيق الفوز عليهم بثلاثيه هاي تريك وسجلنا الاهداف بتعاوننا. الدوري لم يخلو من المدربين الباحثين عن الوجوه والطاقات النسوية الجديدة من أجل وضعهن بسلك منتخبنا الوطني ليكون دورهن فعالا في الانطلاق نحو التألق والإبداع بهذه الرياضة في كل وقت. إيجاد لاعبات ذوات مواصفات عالية والارتقاء بخماس الكرة النسوي نحو الأفضل وإذابة جليد المتاعب أمامهن هو ما تميز به انطلاق هذا الدوري الذي فتح أبواب التطور بهذه اللعبة شيئا فشيئا. زيد غالب، العراقية الرياضية، بغداد.